ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ انت مالك هطام وحالتك حالة ليه كده؟ انا جاي 2 كيلو بالفردة دهيت بدور على ورشة كاوتش، مش لاقي ورشة كاوتش عشان اعملها. فلقيت النور ده هو اللمبة ديت، قمت جايب بعض وجاي عليها اسألك على ورشة كاوتش. الله تسألني على ورشة كاوتش؟ انت بين المشوار أثر عليك ولا ايه؟ امال انت فين دلوقتي؟ انا اقعد بس خد نفسك كده اقعد. لا بس اقعد. امال ده ايه؟ انا ما انتش مش شايف. معلش يعني اعذرك يعني، لا انت في ورشة الكاوتش ما تقلقش. ما تقلقش. ورشة كاوتش. ايوه. ايوه. ده انت باين المشوار جاي طويل ولا ايه وفر ما لقيتش حد يوقف لك تيجي معاه. ما لقيتش، ببص على حد حتى راكب عجلة اجي معاه، ما فيش مش لاقي. مفيش. يا نهارك ابيض، كل المسافه دي؟ ده انت زمانك شوف. يا عم داني مش عارف اقول لك ايه، تعبت احلى تعب. الله يكون في عونك والله. الله يكون في عونك. 2 كيلو 2 كيلو ماشي ماشي 2 كيلو. الله يكون في عونك والله. ما فيش عندك فوطه ولا حاجه نشف العرق؟ لا والله الحقيقه يعني. شوف اي حاجه لو خد. هات علبه مناديل من عندك. حلوه دي علبه مناديل. هو انت في سوبر ماركت؟ علبه مناديل؟ امال انا فين يا صاحبي؟ انت في ورشه كاوتش يا عم الحاج، والكاوتش حواليك من كل ناحيه. كاوتش؟ طب انا عايز باكو بسكوت باكو بسكوت؟ ورميتني. لا ده في السوبر ماركت بقى، مش عندنا احنا هنا. انت مش مركز لسه ولا معروف ايه؟ يا عم ورش الكاوتش بيبقى فيها في السوبر ماركت برضه. لا بص، هات لك باكو بسكوت من عند الصيدليه اللي في الناحيه الثانيه. الصيدليه اللي هناك دي فيها بسكوت وفيها حلاوه. الصيدليه فيها؟ تمام. هجيب علبه سجاير بالمره. جيب لك علبه سجاير بالمره. هو انت كنت تايه دلوقتي ركزت. اهم حاجه علبه السجاير ولا ايه؟ ده النضاره دي اللي لقخاه. يا عم نضاره ايه النضاره اهي. طب هقول لك على حاجه، شيل النضاره وروح قول للراجل ده احنا عايزين 2 كيلو كهرباء ناشفه كمان، عشان الكهرباء قطع عندنا وشوف لك شكاره تبقى تجيب لنا فيها من الصيدليه 2 كيلو كهرباء ناشفه. اللمبه دي ايه ده ازاي؟ لا عندنا هناك في العزل. في العزبة عندكم الكهرباء قطعة؟ وعايزين شوية ناشفين؟ هتجيب لنا 2 كيلو كهرباء ناشفه من الصيدليه. وبالمرة اجيب علبة سجاير. الأستاذ حضرتك الأستاذ ايه؟ متولي. متولي؟ أخوك عبد الحفيظ. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. وأنت لسه حافظ بقى بعد المشوار اللي هو 2 كيلو مشي دي؟ أنا كنت نسيت نفسي أصلا. أنا كنت نسيت اسم عبد الحفيظ أصلا. أمال أنت عرفت الورشة إزاي يا أخويا؟ يا عم أنا مش عارف مسمينا عبد الحفيظ ليه والله. لا يعني أنت عرفت الورشة إزاي؟ أنا عرفتها من اللمضة؟ يا ده اللمضة دي بتجيب لنا أشكال وألوان كل يوم بالليل، بيبقوا جايين ماشيين تايهين وحالتهم بالبلد. يا عم ما بيجيش هنا إلا اللي اللي طالع ميتين وعرق. يا اخي انا لو اعرف اخلع البنطلون انشف عرق دلوقتي. طب اقول لك المسمار ده، العجله دي نامت على بعد قد ايه؟ العجله انا ببص لقيتها على بعد قد ايه؟ انا ماشي بالعربيه على بعد 2 كيلو من هنا، ببص لقيت العربيه ماشيه ايه، بدل ما هي ماشيه معدوله كده ببص لقيتها عملت. طب انا هقول لك على حاجه بس بدون ما تزعق. وفجاه ببص لقيتها من داخل الكلام، ببص لقيتها عماله تعمل كده كده كده. انا كنت رامي مسامير في المنطقه اللي هناك دي. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني عايزين نشتغل اصل احنا قاعدين الواحد سقعان تكتيك، فانا بيني وبينك قلت اما ارمي مسامير. يعني انت السبب في البهدله اللي انا فيها دي؟ ما انا ما اعرفش يا صاحبي بقى ان انت بختك مايل كده وانت اللي هتقع في الرجلين. وانت تعرفني؟ لا وانا عشان بقول لصاحبي، لا انا بقول دايما لاي واحد كده يا صاحبي. انا كان ليا واحد زمان اسمه متولي. انا اساسا كانوا مسميين يعني كنت عندي عيل مسميه متولي على اسم متولي صاحبي ده. يا سلام. طب هو فين دلوقتي؟ متولي ده مات في حادثه عربيه كهرباء. يا نهار ازرق، حادثه عربيه كهرباء؟ ليه هو كان راكب ايه؟
يبقى كان راكب موتوسيكل ودخل تحتيه؟ لا، امال ايه؟ كانوا طالعين. ايوه طالعين فين؟ لا حول ولا قوة الا بالله. معلش الله يرحمه مطرح ما راح. معلش هو لا. مش مات؟ مات الله يرحمه. طيب هو من كانوا بقيه مسافرين العيلين. من كفر الشيخ للقاهرة بعربيتين كارو. يا نهار يعني ازرق. يتفسحوا هناك، لهم قرايب في عين شمس. يعني لا لحقوا يتفسحوا وقوموا يتكسحوا. مش كده؟ المهم هي ماشيين بعربية الكارو بتاعتهم على جهة عربية تانية. طبعا لا كان لسه فيه إشارات مرور ولا كان فيه لسه كاميرات زي النهارده. الناس تبص تلاقي النهارده الواحد ماشي ازاي؟ ماشي العربية تبص لا السرعة ما تزيدش عن 60 ولازم تبقى ماسك الطاره بايديك الاثنين. ايوه ليه؟ يعني هتجري منه ولا ايه؟ والحزام مشدود. ايوه وتبقى ماسك الطاره بايديك الاثنين وماسك بتثبت فيها كده اهو. العربيات ايامها بقى ما كانش لسه لا اشارات. ايوه ولا كان فيه لسه الكاميرات اللي على الطريق ولا الكلام ده. فكانوا شادين بقى، شادد بالعربيه الكهرباء بتاعته على العربيه الثانيه. قامت جايه بص، قامت جايه ايه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على جهة عربية كارو تانية بتعدي من بالعرض، قامت قطع الطريق. وده كان ماشي سرعة إيه؟ العربية الكارو 120. 120 ده كان ماشي بالراحة. ما أنا بقول لك النهارده بقى فيه لدرات وفيه دنيا. اللي بيمشي حتى ماسك معزة في إيده بيمشي معزة؟ أيوه طبعا، حتى لو ساحب معزة يا صاحبي وماشي لازم لازم كل حاجه بالقانون. انا همشي على الطريق التراب على طول، مش تراب على السكه. لا يقابلنا عربيه كر ولا حاجه جايه بص، كان ده معلق حمار في العربيه والتاني لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بخته كانت عربيه كر معلق حصان. شوف بقى لما تبص اقعد وانت بتشرح كده. شوف بقى لما تبص بقى تلاقي الحمار ماشي كده وتبص تلاقي الحصان معدي كده دب. بس بالراحه ما تدبش انت في الارض عشان ايه؟ هنندب على دماغنا دلوقتي. لا حول ولا قوه الا بالله. رحمه والدي الله يرحمك. يعني متولي راح مولي. ولى على طول. انا بقى اسمي عبد الحفيظ. اخوك عبد الحفيظ. يا اهلا وسهلا. اهلا اخويا. انت بقى احكي لي عن نفسك شويه يا صاحبي. والله انا هقول لك انا شكلي كده ارتحت لك من ساعه ما شفتك. ما انا عايز اقوم بيني وبينك، اقوم اعمل لك ايه؟ العجله. انا عايز الاول عايز بسكوت وعايز شاي. يا سيدي ما قلنا لو في جبنه، حته جبنه حلوه كده ماليش. طب ما اقول لك على حاجه، ما تيجي على الشيك عندي في البيت وخلاص. لا ما بروحش. وانت جاي تعمل العجله ولا جاي تجلول ولا ايه؟ ما بروحش بيوت حد. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب انا هخلص لك عجلتك وانت تروح بقى تاكل ما تاكلش ان شاء الله عنك مكان. انت ماسك لي الاكل من ساعه ما وانت جاي تعمل عجله ولا جاي تاكل؟ تاكلوا في بيوتكم يا ابني. يا ابني ايه؟ تعتقونا شويه بقى، هو كل زبون هيجي. انت ما سمعتش الموعظه اللي قاعد بحكي لك عليها من ساعتها؟ بقول لك متولي ماشي بعربيته كده وبعد كده وقامت العربيه الثانيه جايه كده دي كله عشان خاطر اللي انت عايز. يا اخي خد موعظه يا اخي من اللي انا بحكيه. يا اخي اتقي الله. اتقي الله. طب انا اقول لك على حاجه، في شويه شنابه هم ايه اطرحهم لك حتت وتاكل. يا عم ما علينا من حكايه الاكل، يلا خلصني خليني امشي. طب هات اخلاق يا عم. بس انت هتوصلني، عندك حاجه توصلني كده؟ لا للاسف. هتاخدها برضه مشي تاني. عارف ليه؟ لان انت مدى عليك. لا انا عمري ما اخدت ده عليا. ايوه ولو انت مش مدى عليك ما كنتش جيت 2 كيلو محدش راضي يوقف. تصدق يا معلم متولي ان انا سايب الحمار متعلق في العربيه ونسيت ونسيت اجيب الحمار اركبه واجيب العجله قدامي. ده انت باين عليك
البتاع رايح خالص، يعني على رايك معاك العربيه الكر. يا اخي والله العظيم الواحد ذوق. معلش انا ربطت الحمار في العربيه وقمت جايب الفرده شايلها وجاي 2 كيلو. انا مفكر ان انا معايا العربيه. طيب من حقك بقى تاخدها برضه ماشي، طالما انت مايل بختك كده. انت بتعرف تروح تجيب لي الحمار، هتلاقي العربيه بعد 2 كيلو قدامنا. تروح تجيب لي الحمار وتيجي. لو ما واخدها انا ماشي برضه عشان اجيب لك الحمار. لا انا اقول لك على حاجه يا ابني، انت تاخد عجلتك نايمه زي ما هي وما اشوفش وشك هنا وتضطر بعيد عني، عشان انا يعني ايه البرج اللي فاضل عندي فاضل له شويه ويطير، فانا مش عايز اطير كلي ماشي، واسيب الورشه وامشي اعمل كده اهو لوحدي. يا عم اسكت، ده انا داخل اصلا لاقيك عامل كده اهو وقاعد معروف كده. انت شكلك اصلا مخلع، ما فيكش حاجه سليمه، انت قاعد اصلا وصنايعي اللي هيقوم يعمل لي الفرده. ما هو انا اصلا عندي ده مصاري. انت عايز اللي يعمل لك اصلا يقومك عشان ياخدك تروح. طيب يبقى انت وجع دماغي وعمال تقول لي كذا ومش كذا. انت قاعد شوف مخلع انت من كل ناحيه. والله العظيم انا شكلي كده دخلت غلط اصلا. انا دخلت غلط. هقول لك على حاجه، انا دخلت غلط اصلا. انا قاعد بتكلم مع واحد قاعد مش عارف يقعد تعبان. ايه يا ابني؟ ما هو اصل انت مخوف من كل ناحيه لك كده. اصل انا تعبان من الفراق ومن اكل الحراق، فبالعربي الفصيح يابا انت تاخد بعضك وتهوني. انا عايز امشي اصلا صنايع ايه؟ ده انا جاي الصنايع تعبان. طب هو تعبان بجد يا اخي انا الحمد لله قعدت خدت نفسي وارتحت ومية مية كده. حلو قوي. يبقى هاخد تاخد عجلتك وامشي. مش عايز يا عم هسيب العربيه اقلبها في مصرف، هقلبها في بحر، وهركب الحمار وامشي وخلاص. قول يا عم. السلام عليكم. ايه دي؟ قوينا يا جدع، كانت كل هم وانتوا زباين اخر الليل اكمل نومي. انت بتقول ايه؟ انا سامعك لسه. لا انا ما بقولش حاجه، انا بقول لك انا بالسلام. لسه سامعك بتقول ايه؟ انا ما قلتش حاجه، انا بقول بالسلامه تاخد عجلتك وتتفضل تتوكل على الله. طب ولو ما توكلتش على الله؟ عايز تتفضل اقعد اقعد، وانا ايه هريح لي ايه، اخد لي تعسيلي. طب ولو قعدت؟ انا هنام. طب ولو ما قعدتش؟ انا برضه هنام. طب انا مش عايزك تنام. طب انت مش هتنام؟ لا انا هنام. مفيش نوم. مفيش نوم. مفيش نوم؟ ايوه مفيش نوم يا صاحبي. مفيش. طب مش هتنام. طيب اما اشوف ازاي هعرف بقى. مفيش نوم. طيب بتعمل ايه؟ خد بقى.